محمد ديب نقدر نسميه كان حلم. كان حلما، كان شهيدا بيننا. بتلك الكلمات عبر زكي خلفة رفيق درب الشهيد محمد الديب عن روح الشهيد بينهم، الشهيد الذي سعى خلال ثورة 25 من يناير لتشكيل رابطة من فناني الثورة لتنقل نبض الثوار. وبالفعل تشارك الأعمال وبات الحلم حقيقة، والذي لطالما حلم به سويا لتصير الرابطة منبرا لإنتاج أعمال فنية بمذاق وحس ثوري. هو حلم محمد، كلنا حطينا أحلامنا مع بعضنا فطلعنا حلم كبير. الهدف منه ان احنا نطلع فن هادف، فن يبني المجتمع، فن يخلي المجتمع في احسن صورة، يبني فكر مستنير، يخلي الناس ما تفكرش ازاي ان احنا ننمي العلاقات ما بيننا وبين بعضينا، ازاي نوجد الحب لان الكراهية زادت ما بين الناس وبعضها. كان هو ده الاهداف الاساسيه، ان احنا عايزين نخلي من فننا ان احنا نبقى قدوه للناس. لطالما كانت اعماله الفنيه بنبض الشارع ونبض الثوره، فكما شارك في الفعاليات الثوريه كاحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وكل الفعاليات، شارك ايضا في اعتصام رابعه العدويه رغم خلافه حينها مع رؤيه جماعه الاخوان المسلمين، وجاءت اعماله لتوثق مجازر الانقلابيين. انا فضلت موجود في اليوم ده، استنيته لحد الصبح، قومته قبل الفض بحاجه بسيطه، قلت له قوم يا محمد في فض دلوقتي. محمد قام بسرعه، اتوضى، صلى ركعتين، بدا بعد كده ياخد الكاميرا بتاعته ويمشي، وقلت له انت رايح فين؟ قلت له رجلي على رجلك، ورحت معاه. وقفنا عند المدخل اللي هو بتاع الحرس الجمهوري، بدانا نصور تقريبا يعني ما صمدناش اكتر من دقيقتين 3، لان كان كميه غازات قنابل مسيل للدموع ضخمه جدا، قنص على اعلى مستوى. يعني كان رغم ان احنا مش شايفين اصلا قوات الامن، يعني قوات الامن على مسافه كبيره جدا، ورغم ذلك الضرب شغال من كل اتجاه. فانا جريت جوه الميدان وهو جري بره الميدان. في اللحظه ديت بعدها بفتره بدا يتصل عليا وقال لي ان هو عايز يخش ومش عارف. فانا قلت له بلاش، لان انت لو دخلت هتتصفى، احنا هنا في عمليه اباده جماعيه لكل الموجودين داخل الميدان الرابع. فقال لي لا انا هخش. الناس اللي كانوا متواجدين معاه في الوقت ده بيحكوا لي ان هو محمد الضابط اللي كان موجود بره وقوات الامن اللي كانت موجوده بره، محمد قال لهم ان هو عايز يخش، فهم منعوه من الدخول. فمحمد اصر، فالضابط اخذ منه الكاميرا، فطلب منه ان هو يديله الميموري، فرفض. فمحمد اصر، فتم اعتقال محمد. احمد اخوه راح له، هو اللي سمحوا له بالزياره، احمد راح له مرتين. بعديها كان هو يعني طلب مني ان انا اجهز حاجات بطانيه واجهز حاجات زي كده، فانا جهزتها وكنا رايحين في اليوم ده عشان نوديها له. عرفنا بموضوع العربيه اللي حصل فيها الموضوع ده. يعني انا وقتها يعني حسيت ان محمد ممكن يكون داخل عربيه، ما اعرفش برضه، بس كان احساس قوي جدا ان هو من الناس اللي موجوده. لما سمعت خبر استشهاده في عربيه الترحيلات ما كنتش متخيل ان محمد يكون حصل له كده، لان انا عارف ان محمد كان من الناس اللي اعتقلت في الفض، فما كنتش متخيل بقى ان هم يتعاملوا معاهم بالوحشيه ديت. ولما رحت شفته كمان في المشرحه، كان يعني كنت حاسس ان حد تاني اللي انا شايفه قدامي. كانت آخر أعماله فيلم بعنوان الجنازة، ليصبح هدية من أصدقائه وشركائه ليختم بها حياته. وكان يا مكان شهيد برصاص بجملة يجي كان